انا من ضمن الملايين اللي نزلوا يوم 30 يونيو. ايوه يا فندم. نزلت من حضرتك طبعا عارف من البلد ومن قرفها ومن حكم الاخوان، ونزلت زي اي ست. انا من زي ما بيقولوا حزب الكنبه. ايوه يا فندم. فنزلت يعني الحال خلاص بقى وصل الحال لدرجه الانفجار. حضرتك من اسكندريه يا فندم؟ حضرتك انا من اسكندريه. ايوه، منين من اسكندريه؟ حضرتك انا من اسكندريه من منطقه العصافره. اتفضلي يا فندم كملي. فحضرتك نزلت يوم 30/6 لوحدي بصراحه، لكن تاني يوم لما طبعا في يوم 30/6 رحت شفت فرحت بالشباب والشيوخ والستات الكبيره والبنات الصغيره. تحس ان انت في كرنفال فرحان، نازل تخرج الكبت اللي جواك، الظلم اللي انت شايفه، عدم الامن، عدم استقرار البلد. نزلت تاني يوم لما لقيت الوضع حلو كده في سيدي جابر، خدت ولادي ونزلت. ادم ابني ده اساسا يتيم الاب، يعني اتولد وباباه ما شافوش خالص. ليه حضرتك توفى فين يا فندم؟ حضرتك اتوفى في سيدي جابر في شارع المشير يوم بيان السيسي. لا، زوجك الله يرحمه. لا، انا زوجي متوفي من 9 سنين. كان يعني حادثه ولا كان وفاه ربنا ولا؟ لا حضرتك كان مريض عنده ضمور في النخاع الشوكي، قعد 9 سنين طبعا مريض بالمرض دوت، لحد ما ربنا افتكره ان شاء الله مثوى الجنه ان شاء الله على صبره على مرضه. وانت حضرتك بتاخدي معاش ولا بتاخديش معاش؟ لا انا حضرتك باخد معاش جوزي، انا مش بتصل لحضرتك عشان حته معاش او مساعده. انا فاهم. لا انا حضرتك بتصل بيك عشان تشوف هو ايه غدر الاخوان، يعني عايزه حضرتك تعرف مين هم الاخوان. ليه طفل صغير 5 سنين كان لسه مكمل 5 سنين، طفل صغير لسه بيتعلم القرايه والكتابه، طفل صغير نازل مع مامته ماسك العلم فرحان زي اي طفل، رسماله العلم فوق جبينه، نازل يهتف ويقول مصر مصر مصر، انزل يا سيسي مرسي ده مش رئيسي، وقاعد جنبي وفي حضني. وفجأة الميدان في شارع المشير بقى هادي. لو حضرتك رميت إبرة هتسمعها. لما كان الفريق السيسي بيقول البيان بتاعه الناس كلها سكتت كأن على رؤوسهم الطير زي ما بيقولوا. نعم. وفجأة السيسي قال البيان بتاعه، فجأة حضرتك لقيت الميدان ده يمكن مش ملايين، أكتر من الملايين اللي بيقولوا عليها، والألعاب النارية، والناس كلها فرحانة بنصر، بفرحة هم انكشفت وراحت من عندنا. واخواتي، انا كنت قاعده في وش القوات المسلحه في المنطقه الشماليه، ورا ظهر المستشفى القوات المسلحه، فابني كان قاعد جنبي وماسك العلم، فخايفه بصراحه ان هو يجري من كتر فرحه الناس. عيل ضعيف صغير قوي 5 سنين، ان هو ممكن وهو ماشي يعني حد يدوس عليه كده يعني. نعم. وفجاه ببص لقيت الشنطه بتاعتي جنبي وشنط البنات اخواتي جنبي، فبميل كده بس باخد الشنط بتاعت اخواتي، فجأة لقيت ادم ده بيقول لي يا ماما يا ماما، فببص له كده فلقيت دم مغطي جسمه ومغطي وشه، وانا مش عارفه من ايه. بقيت اصوت واقول للناس الحقوني. طبعا كل واحد في وادي، لحد ما جه كام شاب كده ربنا يكرمهم خدوا ابني وقعدوا يخبطوا على مستشفى القوات المسلحه، فتحوا لي بصراحه يعني يشكروا، وخدوا ابني ودخلوه جوه. فقعدوا يسالوني من ايه ده يا مدام، فانا بحسبه يعني زي الالعاب الناريه اللي هي الخرطوش والحاجات دي اللي الشباب بتلعب بيها، ان هو اتصاب يعني في قرطه. ما كنتش اتخيل ان هو رصاص في مخه، عمل له انفجار في المخ، ما كنتش اتخيل، ما كنتش متصوره يعني ان هو يحصل كده. لحد ما الدكتور خده وعملوا له اشعه وقالوا لي يا مدام ده تلق ناري 9 مللي دخل جوه الجمجمه واستقر في قاع الجمجمه. انا ما كنتش متخيله اللي هم بيقولوا لك ان هم ما بيقتلوش، لا مسكوا ابني وقتلوه جنبي، بس انا ما شفتش ان قتلوه، انا ما شفتهوش. وابني قعد في القوات المسلحه 4 ايام على جهاز التنفس الصناعي، هو ميت، كان كله عارف. حضرتك لو رحت مستشفى القوات المسلحه من اول الفراش اللي على الباب، العسكري اللي على الباب، لحد اكبر دكتور كان يقول لك ادم ده ملاك ونايم على السرير. حتى مدير المستشفى قال لو ادم ده زي ابني، لو ادم ده قاعد على جهاز التنفس الصناعي 100 سنه انا مش هاخد منه حاجه.
وابني توفى يوم المجزرة بتاعت سيدي جابر. يوم مجزرة سيدي جابر ابني توفى مات، وهو اساسا كان داخل ميت. قول لي بقى ابني ده عمل ايه؟ الو. ايوه معاك يا فندم سامع. قول لحضرتك ابني ده عمل ايه؟ ما عملش الطفل حاجة. الصغير البريء ده عمل ايه؟ بيحب اليتيم بلده. اللي ما نطقش كلمة بابا ده عمل ايه؟ احكي لي وقول لي، حد بس يقول لي هما بينزلوا يعملوا ايه؟ انه شرعية بيتكلموا عليه، انه اسلام بيتكلموا عليه لما يبقى بنات في حضنك وقاعد جنبك وما بيعملش اي حاجة، وانت كشخص كبني ادم نازل ما بتعملش حاجة، معكش سلاح، معكش بندقية، معكش اي حاجة، انت ماسك علم اضعف ايمانك ان انت نازل، بس ان انت نازل تعبر عن رايك. طيب طب انت عملتي محضر او حاجه يا مدام منال؟ بس اسم سيدي جابر وتحول للنيابه وشرحوا قصه ابني، وطلع العيار 9 مللي، بنوع سلاح متطور جدا مغلف بطبقه من النحاس، ب6 مزامير مشنجه، والطلقه اصابه في منتصف الجمجمه، عمل تهتك في الجمجمه والمخ، واستقرت الرصاصه في كعب الجمجمه، وهو اول ما دخل حضرتك المستشفى هو اساسا دخل ميت. ولكن طبعا من رحمه ربنا، وطبعا الدكاتره كلها هناك كانت عارفه ان هو ميت، ولكن كانت رأفة بحال ان هم يوصلوا يعني اذا ان هم الاخوان كانوا موجودين بيستقلوا اعلى اسطح بعض المنازل على اساس ان هم يقتلوا الناس اللي في الشارع عشان الناس تخاف وتجري وما يقفوش، ويبقى يعني مش انتفاضه، يبقى ثوره شعبيه واضحه للعالم كله. مش كده هم كانوا واقفين تقريبا فوق اي سطح اي احد المنازل؟ لا حضرتك كان قاعد جنب ابني اللي قتل ابني، قاعد جنبه بمسافه نص متر، والسلاح بتاعه عامله كاتم للصوت وقتله. يعني كان كاتم للصوت ايضا السلاح؟ ايوه السلاح حضرتك، ما انا ابني جنبك، ابنك في حضنك، يعني هم بيتكلموا ايه؟ ابني انا في حضني، يعني انا ابني كان قاعد في حضني، مش هقول لك انا سايباه ولا واقف ولا بيلعب، ده في حضني، ده طفل حضرتك لو شفت صوره طفل صغير قد كده، يعني ما تدوش عمر ال5 سنين، تديله عمر 3 سنين، نحيف جدا، طيب جدا، يعني مسالم للدرجه. يعني انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، هو اللي قتله ده ابني ده ما صعبش عليه، يعني ما صعبش عليه وهو بيبص له، ما صعبش عليه ان هو طفل صغير، ما صعبش عليه. طب بقول لحضرتك، طب ما بدل ما كان ضربه في راسه، طب ما كان ضربه في دراعه، ضربه في رجله، ضربه في صدره، ليه يضربه في مخه؟ ليه يحزنني العمر كله؟ ليه يحرق قلبي على ضنايا؟ ليه؟ معلش ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، وهذه شهاده ابن حضرتك من البحور العين في الجنه ان شاء الله، ومن ملائكه الجنه باذن الله. انت حضرتك عندك اولاد غيره؟ ايوه حضرتك انا عندي اولاد. عندك ايه؟ عندي محمد في كليه التجاره، وعندي آية بنتي كليه العلوم. ربنا يخليهم لك ويطرح لك فيهم البركه ويعوضوك خير عن فقدان هذا الطفل الشهيد. الحقيقة هذا الطفل يعني ترك لك لقب تتشرف أي أم بأن هي تكون ملقبة بهذا اللقب، وهو أنك أم الشهيد. بس أنا طالبة من حضرتك طلب، ويا ريت تسمع صوتي ده مش لمصر، تسمع صوتي للعالم كله. متهيألي مصر والعالم كله العربي بيسمعك دلوقتي. والله بحمل قتل آدم الطفل اللي طول عمره ما نطقش كلمة بابا، اللي ما قالهاش ولا حسها ولا عرفها، بحملها في رقبة مرسي. نعم. بحملها في رقبة التتار اللي معاه، الغدارين الخونة اللي ما بيحبوش أي خير لأي حد، حتى لنفسهم ما بيحبوهوش. وبقول للسيسي انت فعلا، انا مش هقول حاجه، يعني مش عايزه ابشر على اي بني ادم، اعتبر ان ادم ده ابنك ورجع لي حقه، انا عايزه حقه، عايزه حقه من اللي قتله، عايزه حقه من مرسي، وعايزه حقه من البلتاجي، وعايزه حقه من الشاطر، وعايزه حقه من ده، عايزه حقه من كل دول، يحرق قلبهم على ضناهم، يحرق قلبهم على ضناهم زي ما حرق قلبي على ابني. ده بس اللي انا طالباه قبل ما اموت، والله ما طالبه حاجه من الدنيا، ان اشوف حق ابني يرجع لي، مش عايزه اكتر من كده. صدقت يا استاذه منال، استاذه منال ام الشهيد ادم. انا بشكر حضرتك، ومتهيألي المشير عبد الفتاح السيسي سمع
هذه الاستغاثة، لأن هو بيتفرج على البرنامج، معلوماتي بتقول لي كده. وإن شاء الله سيعود وسيتم القصاص إلى روح وإلى دماء ابنك آدم رحمه الله، وترك لك لقب تتشرف كل أم بأن تلقب به أم الشهيد. حقيقة هو ده الكلام اللي أنا بقوله، ولما نربط الكلام ببعضه نلاقي إن رد الفعل هو المدرسة للأسف اللي احنا بنتعامل بيها على المستوى